اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. هنعمل النهارده ان شاء الله معجون خام من الصابون البادي اللي احنا بنعمله من بواقي الزيت المستعمل. عملت الطريقه دي قبل كده في القناه ولكن كان سائل اكتر من كده، انما المعجون ده خام. سبب ان انا عملته ايه؟ ان في ناس قالت لي ان الصابون الصلب لما بنحوله او بنبشره ونحوله لصابون سائل بعد فتره الرغوه بتاعته بتقل، لونه بيتغير، قوامه بيتغير، واحيانا ممكن يفصل معانا، وكمان ريحته بتتغير بعد ما بيقعد عندنا، بعد ما بيعدي 3 اسابيع كده او شهر. طيب النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه كده لو قعدت عندنا 3-4 شهور حتى بدون استخدام اي مواد حافظه مفيش اي مشكله خالص. هنعمله من مكونين 2 بس، وتقدري تقومي تعملي الفيديو ده دلوقتي حالا. لو اول مره بتشوفوني، معاكم اميره شعراوي من قناه ميرو شعراوي. كلنا بنعمل في البيت الصابون وتعلمنا الطريقة، وفي على القناة اكتر من 20 طريقة من الصابون البلدي او صابون الغسيل اللي احنا بنعمله في البيت. انا دلوقتي جبت 3 صابونات. الصابون ده كنت عاملاه بالدقيق، ودي كانت اول مرة استخدم فيها الدقيق في الوصفة، ولكن قلت لكم انا بعمله بالطريقة بتاعت جدتي، وكانت الحقيقة النتيجة حلوة جدا جدا. وهسيب لكم اللينك بتاعه برده في صندوق الوصف. ما كناش مستخدمين دقيق كتير، الموضوع كله كان 5 معالق بس. طيب وزن ال3 صابونات دول 600 جرام، عدى عليهم حوالي 15 يوم. جبت كوبايتين من المية، وزن الكوبايتين دول 500 جرام، يعني جبت نص لتر من المية. هروح بقى احط المية على النار لحد ما تغلي كويس قوي، وهبدأ ابشر ال3 صابونات بتوعي على المبشرة. سبب جودة الصابون ده اني انا سبت الصودا الكاويه منقوعه في الميه، الصودا اللي عملت بيها الصابون ده منقوعه في الميه ليله كامله. يعني انا بعد ما دوبت الصودا ما اشتغلتش بيها، انا سبتها ليله كامله. وقلت لكم ان كل الاساتذه والخبراء بتوع تصنيع الصابون هم اللي اكدوا على المعلومه دي. حقيقي بتفرق جدا في جوده الصابونه، بتسرع عمليه التصبن معايا، وكمان بتخلي الصابونه ناعمه جدا جدا. بشرت ال3 صابونات. احنا نقدر على فكره ناخد البشر ده ونزوده كيلو مسحوق من الرخيص وكيلو مسحوق من الغالي، ونحط بقى مثلا نص كوبايه من الكربونات، ونحط نص كوبايه من الزهره البيضاء، ونحط معلقه من الدنكار، ويبقى معايا مسحوق بودر. طيب حطيت دلوقتي 3 معالق من السكر. مش محتاج سكر كتير، السكر هو لزياده الرغبه بس زي ما قلت لكم بما ان هو غالي مش محتاج ان احنا نستخدمه كتير. مش عايزه تحطي السكر خالص مفيش مشكله، هو الصابون ما شاء الله كانت رغوته حلوه قوي معايا. كان في اخت دخلت لي على الفيديو اللي انا عامله فيه الصابون ده، انا هسيب لكم اللينك بتاعه، اعتقد ان لسه الكومنت بتاعها موجود، انا ما حذفتوش يعني. بتقول لي ايه الهبد ده، ولا باين ايه الهري ده، حاجه كده مصطلح دون المستوى يعني. بتقول لي فيه ان انا بشتغل بالصودا الكاويه في ساعتها وبيطلع النتيجه زي الماشيه يا ست الكل. انا ما عنديش اي مشكله لو انت حتى اشتغلتي بالصودا الكاويه وهي سخنه، برضو الصابونه هتتعمل ما فيش اي مشكله، ولكن انا بتكلم في جوده الصابونه. عندي حاجه كويسه وحاجه احسن من الكويسه، يبقى خلينا دايما في الحاجه الاحسن. نزلت ب3 معالق من السكر، ونزلت بال 500 جرام من الميه او نص لتر بالميه المغليه، وبدات ان انا بوش الصابون زي ما انتم شايفين كده. اللي انا حطيته ده دلوقتي نص فنجان من الكحول. الكحول يا جماعه حلو قوي قوي في التنظيف. الصابون ده بما انه صابون غسيل المواعين مش هتستخدمه في البشره، فعادي جدا ان استخدم الكحول الصناعي. الكحول الصناعي موجود في الجامع الاحمر، عند الجامع الاحمر. لو هتروحي باب الشعريه علشان تجيبي الماتيريال بتاعت المنظفات كلها، تقدري تتمشي كده شويه، وهناك بيبيعوا الجيركن 5 لتر سعره 70 جنيه. الكحول الابيض ده او الصناعي ده احنا بنعمل منه البرسيل جل، وبنعمل منه صابون السايل، انما ما ينفعش للبشره لان طبعا هو مش صحي خالص. بدأت ان انا يعني ابوش الصابون تماما زي ما انتم شايفين، ما بقاش ليه اي اثر خالص لقطع الصابون الصغيره. وحطيت دلوقتي لون اختياري، مش عايزه تحطي اللون مفيش اي مشكله. هي دي وصفتنا النهارده، صدقوني هي دي بس الوصفه بتاعت النهارده. ليه انا عملتها؟ زي ما قلت لكم الناس بتقول ان بعد، وفعلا دي حقيقه مش الناس بعد بتقول حاجه ما حصلتش، ان بعد فتره الصابون السائل قوامه مثلا ريحته ما بتبقاش جودته زي ما بنعمله في اول اسبوع مثلا. طيب الكلام ده احنا مصدقين عليه. تاني حاجه، طب ما انا يا اميره اللي يخليني اجيب صابونه وابشرها ومثلا احط عليها كحول، طب ما انا اشتغل بيها وهي صلبه كده على طول؟ مزعجه.
عشان تمسكي قطعة الصابونة وتقعدي بقى ترغي كده الليفة كل مثلا 3-4 دقايق علشان خاطر، ولا كل دقيقتين علشان خاطر تغسلي بيها المواعين، لا الموضوع مزعج جدا. ولو رميتيها كده في المية هتبصي تلاقيها عملت طبقة جل كده على الوش، والصابونة يعني مش احسن حاجة في الاستخدام. لكن موضوع المعجون ده هو اشبه بجل العملاق. كل اللي انت بتعمليه ان انت بالليفه، وانا حواليكي ده في الفيديو، ان انت بالليفه كده على طول تاخدي من غير ما توسخي ايدك خالص ومن غير ما تمسكي العلبه. هو هيفضل في العلبه يا جماعه، لان الصابون ده مش هيبقى صلب، الصابون ده هيبقى معجون. هتمشي بس بالليفه كده عليه، وهتبداي تغسلي كل حاجه في المواعين، الازاز، الاحواض، البوتاجازات، الاستانلس، اي حاجه هتبداي تغسليها. نستخدمه امتى؟ مفيش مشكله ان انت تستخدميه اول ما تعمليه على طول. كل ما الصابونة اللي بتشتغلي بيها بتكون مخدومة وجودتها كويسة، كل ما هتديكي نتيجة افضل في الوصفات اللي انت بتعمليها من الصابونة دي. ال3 صابونات عملوا لي 5 علب، 5 علب من المعجون. ده بقى يقدر يقعد معانا، بس الافضل طبعا ان انت تغطيه علشان بينشف ووشه بيشقق وهيلم بقى تراب والكلام ده كله، فالافضل ان انت تغطيه. حابة تعملي تجربي مثلا في صابونة واحدة، مفيش اي مشكلة. طب الوصفة دي تنفع بالصابون اللي احنا بنشتريه من عند محلات المنظفات؟ والله هي مش هتقول لا ولا حاجة، بس كل الفكرة ان الصابون اللي احنا بنعمله في البيت فعلا بنبقى خادمينه كويس. ممكن بقى تحطي عليه ملح ليمون، ممكن تحطي كربونات وتحطي زهرة بيضة، تحطي نص كوباية برسيل جل او صابون سائل عليه. زي ما انا ما حطيت في الصابون اللي انا عامله بيه الوصفه دي، كنت كل اللي مستخدماه 5 معالق من الدقيق ونص كوبايه من الصابون السائل، ومش فاكره والله كنت حاطه، لا ما كنتش حاطه كربونات ولا سكر ولا ملح ولا اي حاجه، هو ولا حتى مسحوق بودر، هو زي ما انتم شايفين كده. بمجرد ما نشف بقى شكله كده، علشان الناس بس اللي بتقولي هو ليه اللون اتغير بيبقوا فاكرين ان انا جايبه حاجات عاملاها قبل كده ومطلعاها في الفيديو. كل الناس اللي بتعمل صابون عارفه ان الالوان ما بتثبتش بسبب وجود الصودا الكاويه، وخصوصا لو لسه الصابون معمول بقاله فتره قريبه. هو بصوا بيكون شكله معجون زي ما انت شايفاه كده. طبعا تقدري تاخدي القطعه دي اللي في المعلقه دي وتحطيها مثلا، تحطي عليها مثلا كوبايه ميه مغليه وتدوبيها، وتقدري تغسلي بيها المواعين على قد بس المواعين بتاعتك، علشان برضو ما تركنيش صابون وتيجي تستخدميه بعد كده تلاقي رغوته قلت. اللي ليه فهي ما فيهاش اي انواع صابون خالص، ناشفه تماما. وبصوا ما بلمسش الصابون خالص، زي ما هو كده بيفضل في العلبه. ان الغطيان بتاعت العلب دي موجوده عندي بحتفظ بيها. الغطا زي ما انتم شايفين كده، لما نيجي نغلي ميه او نسلق مثلا لحمه، فراخ، نعمل اي، او حتى من غير خضار اي حاجه، بتبصوا تلاقوا الغطا بدأ ان هو لونه يصفر عفوا، لونه يصفر او يتغير. واحنا عارفين ان هو بياخد وقت معانا شويه. لما على فكره ما استخدمتش سلك، هي الليفه العاديه جدا بتاعتنا، وغسلت بيها. الكحول يا جماعه بينضف حلو قوي، والصابون كمان بتاع المواعين ده والله احسن. يعني فعلا فعلا انا كان عندي حق لما بقول عليه التوب بتاع المنظفات كلها. قطعه صابون ممكن اعمل منها 100 حاجه. ممكن اعمل منها برسيل جل، صابون سائل، المعجون اللي انتوا شايفينه، هربك تنظيف حمامات. يعني انا اقدر اعمل بقطعه الصابونه دي 100 حاجه. ارجوكم يا جماعه، باكد عليكم دايما بلاش نبيع الزيت. دلوقتي الكيلو وصل 30 جنيه، فيعني بياخدوه يبيعوه للمطاعم. وبصوا ما شاء الله الغطا بقى زي الفل اهو، يعني ما احتاجناش مجهود ولا اخدنا بقى خامات كتير ولا مكونات كتير. الموضوع كله السكر اختياري، نص الفنجان بتاع الكحول، والصابون ده على فكرة رغوته حلوة جدا جدا. قوموا جربوا الوصفة واسألوني على اي حاجة انتوا عايزينها، واشوفكم على خير.